اهلا وسهلا بيكم اعزائي مشاهدين ومتابعين قناتنا اليوم. النهارده ميعادنا مع فيديو جديد. تفتكروا لما اقول لكم ان واحد من اشرس الناس في تنظيم داعش يؤمن بالسيد المسيح؟ طبعا حاجة ما تتصدقش. مش بس كده، ده كمان يبشر بالسيد المسيح في كل مكان. مش بس كده، يبقى من واحد كان بيضطهد المسيحيين لواحد بقى مضطهد من جماعته بسبب إيمانه بالسيد المسيح. تفتكروا دي حاجة تتصدق؟ النهاردة أحكي لكم واحدة من أغرب وأقوى قصص التحول في تاريخ التنظيمات دي. راجل وقائد ميداني كمان ومش عادي، إنسان مشهور جدا في تنظيم داعش اسمه أبو عمر الراوي، وكان معروف بقسوته وتطرفه. الراجل ده كان مريض بمرض خطير جدا، ولما اتكشف عليه الأطباء قالوا له إن هو مش هيعيش أكتر من شهور وهيموت. ولكن في أصعب لحظة من لحظات حياته يسوع المسيح يظهر له شخصيا ويغير قلبه تماما. خليكم معايا للآخر عشان تسمعوا القصة بكل تفاصيلها، وصدقوني مش هتصدقوا اللي أنا هقوله، لأن تفاصيل القصة دي مذهلة جدا. أبو عمر الراوي راجل عراقي عنده 42 سنة. ده واحد من أعظم القادة الميدانيين في تنظيم داعش في العراق وسوريا. الراجل ده كان مسؤول عن التدريب بتاع المقاتلين وبينفذوا عمليات في مناطق كتيرة جدا. للأسف كان معروف بتطرفه الشديد، وكان بيكره المسيحيين والأقليات كرها شديدا جدا. كان بيشارك في عمليات إعدام، تفجير، وبيعتبر نفسه طبعا مجاهد في سبيل الله. الله مستني ان هو يجي يجاهد في سبيله، لان الله مش قادر يدافع عن نفسه، فعايز ناس تدافع عنه. في اواخر 24 بدأ يحس بتعب شديد، الام في البطن، وفقدان وزن سريع عمال يخس. وبعد ما هرب من التنظيم ودخل منطقة آمنة راح لدكتور في السر. الصدمة كانت ان النتيجة عنده سرطان كبد في المرحلة الرابعة وانتشر في الجسم كله. الأطباء قالوا له للأسف مالكش علاج فعال، انت ليك شهور قليلة وتموت. أبو عمر اللي كان بيفتخر بقوته وجبروته بقى ضعيف جدا، بيتقلب في السرير من كتر الألم، عمال يتلوى، وبدأ يسأل نفسه لأول مرة: هل كل اللي أنا عملته ده كان صح؟ هل ربنا هيرحمني بعد كل الناس اللي أنا أذيتها دي؟ وفضل يفكر في السؤال ده طول الليل. وفي ليلة من ليالي يناير 25 أبو عمر كان قاعد لوحده في أوضة صغيرة. الآلام كانت لا تطاق، مش قادر، عمال يتلوى في الأرض من كتر الوجع. كان بيتقلب في السرير وهو بيصرخ من كتر التعب. فجأة الأوضة بقت كلها نور أبيض. أبو عمر رفع راسه وشاف راجل واقف قدامه لابس أبيض، وشه منور وكأنه إنسان، يعني حاجة مش طبيعية، أول مرة يشوف حاجة زي كده. فيسوع نظر إليه بعينين مليانين رحمة وشفقة وقال له بصوت هادي وقوي: يا أبو عمر، أنا يسوع المسيح ابن الله. أنا شايف ألمك وتعبك، وشايف الظلام اللي انت عشت فيه كل السنين اللي فاتت. أنا بس النهاردة جاي أشفيك، لكن مش هشفيك من جسدك وتعب، ولا لا لا، ده أنا هشفي كمان قلبك. أبو عمر حاول يتكلم، لكن من كتر الصدمة ما قدرش ينطق. يسوع قرب منه ومد ايده وحطها على بطنه مكان السرطان وقال له: باسمي انا أأمر المرض يخرج من جسمك الآن، غفرت ليك خطاياك، اترك طريق الموت واتبعني، انا هو الطريق والحق والحياة. في اللحظة دي أبو عمر حس بحرارة شديدة في جسمه كله، والألم فجأة اختفى. قام من على السرير
هو بيبكي بيعيط، وبدأ يمشي في الغرفة وهو بيرفع ايده للسماء ويقول انا اتشفيت. يسوع اللي فضلت احارب فيه واحارب في ولاده سنين شفاني، ما بقتش تعبان. وفي اليوم التاني راح ابو عمر للمستشفى وعمل فحوصات جديدة، والنتيجة طبعا كانت معجزة. مفيش اصلا سرطان كبد دخل جسم الراجل ده، اصلا مفيش اي اثر له في الجسم. ابو عمر اتعمد في مكان سري وتحول اسمه ليوحنا الراوي، مش ابو عمر الراوي. ودلوقتي بيشهد بجرأة عن المسيح ويقول كنت في اعماق الظلام والمسيح اخرجني الى النور. المسيح شفى روحي وشفى جسدي، المسيح شال الامي، المسيح رفع عاري، المسيح نور طريقي، المسيح هداني لطريقه الحقيقي. هو مش بس شفاني من السرطان، ده شفى قلبي من الكراهية. انا اسف يا رب على كل اللي عملته. ودلوقتي هو عايش علشان يشهد للسيد المسيح بس. عايز اقول لكم حاجة، القصة دي بتثبت ان نور السيد المسيح قادر ان هو يخترق حتى اعتى القلوب. حتى لو كنت في اقوى التنظيمات الارهابية شراسة في العالم، تنظيم داعش الارهابي، وانتوا عارفين طبعا تاريخه الاسود، يسوع لسه بيشفي. يسوع بيشفي المرضى وبيغير القلوب وبيدعو كل انسان للخلاص. لو انت دلوقتي مريض او فاقد الامل، تذكر ان يسوع قادر ان هو يلمسك ويشفيك. صلوا من اجل يوحنا الراوي، وصلوا من اجل كل قلب تعبان محتاج لمعجزة تخرجه من الضلمة للنور. تفتكروا واحد زي ابو عمر الراوي، ولا دلوقتي اللي بقى اسمه يوحنا الراوي، الانسان ده يصدق ان الله يعمل معاه كده؟ تفتكروا بقى ربنا ممكن يعمل معانا احنا كده؟ مش لازم تكون واحد في التنظيمات دي عشان ربنا يجيلك وينور طريقك، لا. احنا ممكن نكون جوه الكنيسة، ولكن احنا بعيد عن ربنا كل البعد، يوميا في الكنيسة وما نعرفش حاجة عن الله. وواحد تاني ما بيخشش الكنيسة إلا كل فين وفين، لكن علاقته مع الله حلوة، مقدم توبة دايما، عايش حياة الاستعداد، ما بيعملش حاجات تزعل ربنا، وربنا مبارك في القليل اللي معاه، وانت الكتير اللي معاك بيخلص بسرعة ما فيهوش بركة، مع انك موجود في الكنيسة ليل ونهار. الله ينظر الى القلوب اللي محتاجة تتغير، هو عايز يتغير، نفسه يتغير، ولكن مش قادر. هنا الله يشتغل. لكن الله يجي يقول لك هات لي قلبك اما اظبطه لك وانت مش عايز، ربنا عمره ما هيعمل كده. وابو عمر الراوي ده كان عايز قلبه يكون نقي، بدليل ان هو هرب اصلا من المعسكر بتاع تنظيم داعش عشان يعالج نفسه ويشوف هل اللي هو بيعمله ده صح ولا غلط. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة.